السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين بفيديو جديد كله بقى كده نشاط وحيويه بقى ان شاء الله، واخيرا بقى هندهن الانتريه. فاليوم النهارده بصراحه حماسي، ويومها ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. بصوا بقى، اول حاجه هنا انا في بنوتين امبارح كتبوا لي إيه اسمه دوت، قومي تشجعي واعملي الانتريه. فبصراحه اول ما انتوا قلتوا لي كده بصراحه لقيت نفسي قمت اتشجعت بقى وايه واسمه دوت، وقلت ايه اعمله بقى ايه عشان اخلص منه يلحق ينشف يعني ايه وكده. بصوا بقى، هنا انا جبت الترابيزه الصغيره دي حطيتها في الترابيزه الكبيره. انا كل غرضي دلوقتي ان انا اوسع عليه، يعني ايه اوسع الدنيا كده وما تبقاش الدنيا مقلوبه. يعني انا مش عايزه اقلب الدنيا برضو زي موضوع الجزمه. كانت الدنيا حرفيا كانت عندي مقلوبه. فانا كنت عايزه ايه كل حاجه احطها على جنب كده وتبقى الدنيا رايقه وفاضيه، ما يبقاش في دوشه برضو، عشان ايه اول ما ينشف برضو ارجع كل حاجه وتبقاش الدنيا مقلوبه. لان ساعه الجزامه حرفيا انا كان ايه، يعني عارفين انتوا لما يقول لكم انهيار عصبي من من المنظر الفوضى. كانت الجزم كلها واقعه في الطبق، واقعه في الارض، وكان التراب في كل حته وكنت ببص كده واقول ده انا ايه اللي عملته في نفسي دوت. وكان جوزي بيقول لي انت قلبت الشقه وحال الشقه، وكنا مصدقنا فرشنا بقى واستقرينا. فالمهم ساعتها قلت له لا، يعني المهم ان في الاخر النتيجه ناخد نتيجه حلوه وتبقى الحاجه كويسه. فقال خلاص بقى. فانا لما جيت بقى فرشت وظبطت الدنيا، فقلت له بقى انا هدهن وكده. راح مبص لي كده، راح قال لي اعملي انت عايز تعمليه بقى، اللي هو ايه انجزي عشان خاطر يعني ايه. خلاص كان يعني وقت ازف عشان يوم الجمعه ان شاء الله ايه عيد ميلاد بنوتي الصغيره هتتم سنه باذن الله. فاللي هو ايه انا ما كنتش عايزه احسه برضو ان البيت اتقلب قوي عشان ما يبقاش قاعد متضايق. فكنت بحاول ايه الم كل حاجه كده على جنب وبشويش، وان انا ايه استف كل حاجه مكانها عشان ما احسش ان في الدنيا ايه اتقلبت ولا حاجه. عارفين لما تكون الدنيا عندكم مقلوبه بس مقلوبه بنظام احنا بقى عايزين نوصل لكده يعني. بس فاسمه دوت، فقلت بقى ايه انا كمان عايزه انجز ان انا اعمل الانتريه في السريع، عشان والدي لسه هيجي يركب لي النجف، وعايزاه ان شاء الله بقى ايه, إيه لما يجي ما يبقاش انا ورايا حاجه. يعني يبقى مثلا دول بينشفوا على جنب، اخلص النجف، انجز دنيتي بقى، انزل اجيب حاجه العيد ميلاد بقى واجهز وكده. فايه تحسوا ان الوقت خلاص النهارده ايه. يعني انا الفيديو ده متصور لكم امبارح بالليل، بس انا بمنتجه لكم النهارده تقريبا الاثنين. تقريبا النهارده الاثنين. بس بقى فانا ايه فوق خلاص قداميش غير التلات واربع وخميس، ناقص لي 3 ايام. فان شاء الله بقى باذن الله يدعوا معايا الانتريه دوت يكون نشف. يعني انا يعني راضيه ان هو حتى لو ينشف يوم الخميس، يعني 3 ايام براحته اهو، بس هو ينشف ان شاء الله. انا بقى مشكلتي كمان ان هو لما ينشف ان فيه الريحه بتاعت اللاكيدات تفضل في الشقه. فاللي هو انا ههريهم بقى من هنا لحد ما ينشفوا ان شاء الله والعيد ميلاد. بخور ومعطرات، بخور ومعطرات اللي هم يعني عشان اقضي بس على الريحه ايه ما تبقاش يعني ظاهره يعني. بصوا بقى، هنا خلاص انا وسعت كده على نفسي وشلت كل حاجه مكانها عشان ما تتبهدلش. وجبت هنا بقى ايه اللي بستخدمه دوت، بستخدم لاكيه ابيض تمام اللي هو لامع. وبستخدم رول الدهان لاكيه. ركزوا في المعلومه ديت، يكون دهان لاكيه، ما تكونش الرول اللي هي الصفرا اللي هي بتاعت البلاستيك عشان الصفرا بتفتل. تمام. هخفه بايه؟ هخفه بنفط ابيض، لا نفط عادي. تمام. النفط العادي ده بنخف منه يعني الدهان عشان خاطر ما يبقاش تقيل قوي معاكم، فياخد يبقى مش سلس معاكم في الروله، ولا ولو وفي نفس الوقت برده ما تعملوش برده خفيف قوي عشان ما يبقاش بينقط منكم زي الميه. تمام. عشان يساعدكم يعني في الايه في الدهان. بصوا بقى، هنا انا خلاص خدناها قاعده لما بنيجي نعمل اي دهان. اقلبوا الحاجه اول على ظهرها، اعملوا كل اللي ظاهر، وبعد كده خلاص اقلبوها على وشها واعملوا اللي ظاهر عندكم عشان ميبقاش في حاجه ايه متداريه يعني. طيب بصوا شايفين الخشب من تحت عامل ايه, لونه بني فاتح. البني ده اصلا ما كانش واخد دهان، يعني هو الخشب ده على وضعه. فانا ما خدتش بالي، يعني انا ايه قلت بقى انا هدهن كله ابيض. فكل ما ادهن ابيض بصوا انا بكسيها بيضه وتبقى كويسه كل حاجه، وشويه والاقيه ايه الدهان يعني اتشرب. والخشبه ايه تاني ايه بقت لونها فاتح، يعني ما بقتش مكسيه. فانا اقول هو في ايه، بعدين انا مثلا اقول ايه ده انا ما دهنتهاش كويس، فارجع اعدل تاني كده خدت بالي لا انا بدهنهم بس ايه هم اللي بيشربوا الدهان. فما كانش بصراحه احسن حاجه من يعني ان انا ادهنه من تحت كده بابيض. بعد كده قلت مش مشكله حتى لو هيبقى باين احسن ما يبقى بني. فقعدت بقى كده ايه ادهن. انا بعتذر برضه لو على التصوير مش واضح قوي، بس انا مثبته الكاميرا وايه وبشتغل يعني فيه. بشتغل بقى فيه ديت، يعني بوتينه بقى ايه الكرسي عشان ما شاء الله ليه زوايا كتير. انا عماله الف معاه وهو بيلف يعني عارفين بنلف حوالين بعضينا. عماله اقول يمين شمال، يعني ايه الخشبيه. عارفين انتوا لما تكونوا بتدهنوا حاجه مسطحه، يعني مثلا ترابيزه مسطحه فبتبقى قدامكم كلها. انما دي ما شاء الله كل خشبيه لوحديها، وكل خشبيه ليها مثلا ايه 4 اوجه يعني. فاللي هو ايه باجيب يمين شمال فوق تحت كده يعني. بس بالله عليكم برضو، يعني انا اول ما مشيت الرولة كده حسيت براحة نفسية ما اقولكوش. لا بجد فرحت قوي، حسيت ان الدنيا كده نورت وان هو هينور معايا، وحسيت ان هو بقى حلو.
فبرضه قولوا لي رايكم ايه، يعني انتوا لما الكورس يخلص يعني وتشوفوه طلع حلو وما طلعش حلو، هستنى ايه برأي بصراحه رايكم يعني. وبصوا بقى انا كمان عايزه اشكركم والله، لان انتوا بصراحه يعني ايه التفاعل اللي انتوا بتفاعلوا معايا، لايكاتكم والكومنتات ده بصراحه بيشجعني يعني بيفرق في نفسيتي جدا والله. فبجد شكرا على كل الناس اللي بتشجعني وبتحط اللايك وتدعمني ومتابعاني. بصراحه يعني في بنوتين بصراحه ربنا يبارك لهم، هم اللي قالوا لي قومي تشجعي، فبصراحه انا اتشجعت وايه وقمت عملته. فربنا برضو يبارك لكم، يبارك لي فيكم يعني. ويعني بصراحه انتوا ايه زي اخواتي والله العظيم. بصوا بقى لو انتوا بقى لسه جداد معانا واول مره تتفرجوا على القناه بتاعتي وما تعرفوش القناه دي بتاعت ايه، دي قناتي. انا اسمي امل، عندي 30 سنه. انا لسه ناقله شقه جديده في شقه اسكان اجتماعي. فاسمه دوت لسه بقى منين يعني خلصنا العزال وفرشنا وكده. بس انا فرشت فرش مبدئي، ولسه بقى ايه في حاجات كتير تتغير في الشقه عندي. ليه؟ لان انا يعني متجوزه من 9 سنين، والعزال بتاعي يعني قديم شويه، فبنحاول نجدده ان هو يلائم ايه يعني ايه, خلاص بقى احنا يعني الدنيا دلوقتي اتجددت واتطورت وفي ديكورات حلوه وكده، فعايزين يعني كل قطعه عفش نجدد فيها ونظبطها ان هي تطلع باحسن صوره وتبقى شكلها حلو يعني معانا. تمام. الانتريه طبعا ده مش متجوزه بيه عشان محدش يجي يقول لي مثلا من 9 سنين ما كانش موجود. لا الانتريه دوت يعني هو جنة على يعني لما جينا ننقل وكده جوزي جابه، فهو اختيار يعني مش ذوقي يعني، فاهمين قصدي. فاحنا جايبينه كده مؤقتا بس لحد ما ايه ما الدنيا تمشي معانا ايه وربنا يسهل. ونجيب بقى اعمل ان شاء الله بقى ركنه كده كويسه وتكون حلوه. فلو انتوا لسه جديد معانا واول مره تشوفوا القناه يعني، فيعني هتفرحوني لو حطيتوا لايك واشتراك وبقيتوا واحد يعني بقيتوا ايه جزء من عيلتنا يعني. تمام. فبس بقى كده بصوا بقى يعني انا ايه هنا انا الظهر اللي انا بعمله دلوقتي ده دوت كان مدهون طبقة كده بني. تمام. فبصراحة عايزة اقول لكم حلو جدا ويعني بيتكسب بسرعة على طول كمان. وكمان الرولة دي مساعداني ان هي الرولة دي اسمها رولة بيضة كده، اسمها رولة لاكيه. فكانت مساعداني بقى في الشغل كده، وبحس ان هي ايه لو بتطلع فيتر ولا بتطلع حاجة، فبصراحة كانت كويسة وكانت بتكسي معايا حلو يعني مش مضايقاكم في حاجة. بس ايه ركزوا بس في النوع الرولة من الصفرة لا، دي ما تنفعش خالص في اللاكيه. لان ديت انا لما جربتها في الجزامه كانت عماله زي تطلع فتل كده وشعر. هتعمل وكل حاجه بس هتضطري بقى تقعدي تشيلي كل الحاجات دي تاني. فليه لما انت اصلا ممكن تجيبي اصلا الرولر اصلا المخصصه اللي بتاعه اللاكيه. الرولة دي ما بتطلعش فتل بصراحه، يعني هي حلوه قوي في الاستخدام. فبصراحه يعني هي نفعتني في الكورس ده يعني في الكراسي والانتريه. بصراحه بتعمل حلو وبتطلع الحاجه ملساء كده ومفيش شعر ولا في اي حاجه. بس الانتريه هو اللي مش مساعدني يعني الخشب من تحت هو اللي مش مساعدني. تمام. وكمان برضو كان الرولة مش مساعداني قوي عشان كانت عايزه يعني كانت عايزه مع الرولة فرشه صغننه كده بس اجيب بيها الحاجات اللي هي التانيات الحاجات الضيقه قوي دي. يعني في حاجات انا بحاول اعملها كده بالرولة عشان بس شايفين الحته اللي بعمل دي يعني ايه بحاول اشربها كده بالرولة بس عشان ما تبقاش باينه. انما غير كده لا هو اللاكيه مع النفط مع الرولة اللي هي بتاعه اللي هو اللاكيه ديت اللي هي الروش اسمها رولا اللاكيه يعني هي بتاع اقول لهم رولا بتاعه زيت. بصراحه يدوك النتيجه حلوه يعني وايه وتمام. بصوا بقى انا لما عملتهم لما عملته ابيض كده حسيت ان هو نور. عارفين حسيت اللي هو الكراسي اللي هي بتاعه المصايف دي عارفينها، اللي هو ايه يعني ايدي نورت. كنت بصور يعني بوري والدتي وكده، فمامتي تقول لي ايه ده إيه الابيض ده كله؟ انت الابيض ده بالنسبه لي اللي هو احنا دخلنا مستشفى. لا ليه مستشفى؟ تقول لي انت كل حاجه عايزه تعمليها ابيض ابيض. ماله البني؟ هم طبعا يعني ايه كل واحد وليه ذوقه وليه اراءه، بس هما الناس بتوع زمان كان عفشهم بني وشايفين ان البني ده حلو، وبتقولي بقى البني دوت هيبقى معاكي ساتر. بتقولي الابيض ده هيتعبك في التنظيف. البنات عندك لو مسكوا اي حاجه مثلا ووسخوها لك هتلاقي الدنيا اتوسخت. فانا بقول لا بالعكس، لان انا شايفه ان يعني حتى لما انا مثلا لو كده كل مثلا يوم انا بمسح او كل اسبوع حتى حته مبلوله يعني فوطه مبلوله كده ولمعتي بيها الدراعات بتاعه الايد سهله جدا. انما الاسود دوت او البني الغامق ده كان بيبقى عارفين انتوا بيلم ترابه فتلاقي التراب بيبان فيه جدا، يعني كان كل مثلا يوم او يومين امشي بفوطه كده عليه داير ما يدور. انا بصراحه في الشقه التانية كان الركنه عندي كانت مكسيه كلها، فما كانش عندي حوار ان انا الف على الخشب المعه ده. تمام. يعني الخشب بقى الاوض الدواليب الكلام ده، انما الخشب انتريه او ركنه او كده في الريسبشن يعني ان انا اقعد المعه ما كانش عندي الحوار ده. فاسمه دوت فبرضه هو ده يعني مش صعب ولا حاجه، بس انا قصدي ان الابيض حلو ومش هيبقى باين في التراب قوي، ولو مثلا كل مثلا 3 4 ايام اتعمل بحته مثلا مطرح الايدين مطرح اي تبصيمه مطرح اي حاجه هيبقى حلو.
بالله عليكم بس قولوا لي ايه رايكم. انا حاسه كده نور والدنيا فتحت كده وبقى شكله كده مهندم. لا الابيض بصراحه يا جدعان بيفرق، يعني الابيض بحس ان هو بيوسع الدنيا كده وبينورها. انا كمان متخيله صورته يعني شكله لما يتحط عليه كمان اللي هما اسمه ايه، اللي هي الشلت اللي بتاعته الجامقه دي، حاسه هينور قوي وهيبقى شكله حلو. فانتوا برضو انا مستنيه والله رايكم، برضو قولوا لي ايه رايكم. لان انا اول ما عملت اول كرسي بصوا انا ايه لقيت نفسي مش عارفه اعمل فواصل. قلت ايه ده يعني، ايه يا ريتني ما كنت عملته ده، انا حاسه ان انا ايه الدنيا هتبوظ مني ومش هعرف اعمله. ابتديت بقى ايه اعمل كذا طبقه، لقيته بقى بيسر وبقى حلو. وجوزي قال لي خلاص الفواصل دي خلاص هنعالجها بنجيب فرشه يعني، وهو ايه هيعمل بقى الفواصل دي كلها. فبصراحه لا حسيت ان هو حلو، ويعني دي نورت معاه كده وبقى حلو يعني. فبرضه قولوا لي مستنيه رايكم، برضه قولوا لي ايه عجبكم ما عجبكوش الدنيا ايه. بصوا انا هنا ايه اللي انا بعمله في الكرسي ده هيتعمل في كام كرسي، في الاربع كراسي. تمام. فانا عشان اعمل الاربع كراسي معاكم انا حاساكم هتزهقوا مني، لان هو بصراحه خد وقت ليه، لان هو يعني ايه كل خشبه عايزه تلف فيها حوالي دايره ما يدور من الاربع اتجاهات، فبياخد يعني وقت ايه ومجهود في العمايل، مش على طول مثلا زي ترابيزه او باب يدهن او كده. بس بقى فقولي برضه هستنى بجد بالله عليكم يعني رايكم، قولوا لي حلو ولا وحش، الابيض احلى ولا كان اسود احلى. بس يعني حاولوا تكدبوا عليا وتقولوا الابيض عشان انا مش هينفع اغير اللون او ارجعه تاني زي ما كان. بس انا متاكده ان شاء الله ان الابيض هيعجبكم، عشان هو بصراحه عجبني قوي. فاللي هو لا اللي هو ايه يعني انا تعبت فيه، فحاسه ان هو بصراحه حلو ويستاهل. يعني ايه قولوا لي التعب ده جه في محله ولا ما جاش في محله. لان كمان بالذات ان بنتي كمان الصغيره كانت يعني إيه اديتها لاخواتها، قلت لهم خلاص خش الاوضه وطلعوا اللعب بقى ولعبوا ولهوها معاكوا عشان خاطر ما تحسش ان انا بعمل حاجه بره وتجيلي. عايزه اقول لكم اول ما حطيت ايدي في البياض يعني بقت تعيط. فاللي هو الوضع كان بصراحه ما اقولكوش يعني ان الكرسي دوت ايه خدت حقه فيه، بقيت اعمله كويس. الكرسي التاني دوت هتلاحظوا ان انا عملته من تحت كده شويه، من كده قلت طب أنا مش هعمل من تحت انا هعمل من فوق. اللي هو انا كنت عايزه انجز وهي كانت بتعيط بقى، فكنت عايزه اشوف ايه يعني ايه اخلص بسرعه، عشان هي بقى ساعتها فتحت في العياط عياط. واحنا بقى هنا بالليل في صحرا شويه، فتحسوا ان الصوت بيسري يعني، تحس الناس احنا ايه اللي لو حد سمعنا يقول احنا خاطفينها او بنعذبها يعني. بس بقى فهبدا بقى هنا اعمله، واللي هعمله هنا ايه ده، أنا دلوقتي بدي اول طبقه. فاللي هو بقى ايه بكسي بس كله غطي اللون الاسود، ولسه بقى ايه يهدى شويه كده يتشمع ساعه ولا ساعتين، وبدي الطبقه التانيه. تمام. فبرضو هستنى رايكم وكومنتاتكم، وانا مش هكمل معاكم بقيه الانتريه يعني، عشان انتوا ما تزهقوش مني يعني، وما يبقاش الوقت ايه ممل بالنسبه لكم يعني. فانتظروا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله، هتلاقوا بقى ايه هتشوفوه بقى بعد ما خلص بقى مش وش واحد، لا خد وشين والفواصل كلها اتعملت واتظبط وبقى ايه يعني اخر الفل و14. ان شاء الله الفيديو الجاي بقى يكون نشفه يعني، مش هنزله لكم تاني او مش هصور عليه تاني غير لما يعني 3 4 ايام كمان بقى ينشف خالص. مش هتشوفوه المره الجايه غير لما يكون بقى خلاص مفروش والسجاد محطوط والشلب بتاعته محطوطه والدنيا كلها ايه محطوطه بتاعته والدنيا متظبطه. تمام. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يعني، يا ريت بقى اي حد شاف ووصل معايا لحد النقطه ديت ينزل بس يحط لي كومنت ولايك ويدعمني يعني، ويقول لي حلو ويديني رايه. ولو انتوا لسه جديد بتتفرجوا على القناه ما تنسوش اللايك والاشتراك، الله يكرمكم. تمام. بس كده يعني ايه يا رب يعجبكم زي ما هو عاجبني، ويا رب يطلع حلو يعني، عشان انا بصراحه ولا حاسه حلو يعني ايه، اجبروا بخاطري حتى لو ما طلعش حلو قولي لي ان هو حلو، بس هو ان شاء الله يطلع حلو. اصل انا ايه خلاص بقى ابيض، فمش هينفع اعمل فيه اي حاجه تاني او ارجعه اللون اسود تاني. بس انا بحب اللون الابيض. تمام. وكمان بقى رايق مع الترابيزه يعني، بقى رايق مع الترابيزه ومع الجزامه. بصوا بقى انا هنا لما يعني لما ابتديت اعمل كده ببص على الارض لقيت الارض كلها ايه اتعملت لاكيه. فهجيب بقى نفط واحطه على الارض وادعكه يعني بمنديل، عشان كل اللي في الارض دوت يطلع، عشان خاطر لو سبتوه هيقرفكم بجد هيطلع يعني بسهوله. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.